تتوقع ايه النتيجة لو الناس حاولوا يبنوا هرم زي اهرامات الجيزة بالطريقة القديمة؟ في سنة 1978 مجموعة من العلماء اليابانيين لقوا العالم محتار في طريقة بناء الاهرامات، فقالوا يعملوا فيلم وثائقي يشرحوا فيه ازاي اتبنت. وطبعا انت فاهم ان يابان يعني دقة ونظام وافكار بره الصندوق وذكاء مش طبيعي. اليابانيين قرروا انهم يبنوا هرم صغير ومحندق كده جنب هرم خوفو، والهرم ده هيكون بدون اي ممرات او اي تصميم داخلي، بطول 20 متر، ووزن كل حجر فيه هيكون حوالي 4 طن، وهيستخدموا ادوات المصريين القدماء. واول ما قالوا بسم الله لقوا المشاكل بدأت تندع. يا مراري الجماعة اليابانيين ما عرفوش يقصوا الحجارة بالادوات القديمة، فقالوا مش مشكلة نستخدم ادوات حديثة، والعبرة بالرص مش بالقص. واضطروا ينزلوا طموحهم شوية وخلوا الهرم 10 متر، ووزن كل حجر طن واحد بس. لكن انهم يجيبوا الحجاره من طرق على الواح خشب في النيل كانت مشكله برضو، فاستخدموا مراكب حديثه، ولما نزلوا الحجاره حاول 100 راجل يجرها، لكن ما اتحركتش غير كام سنتي بس. فاضطروا انهم يجيبوا رافعات وطيارات علشان تنقل الحجاره وترصها، وفي الاخر بعد كل ده برضه ما طلعتش بنفس الدقة. الله، المصريين عملوها ازاي؟ اهو ده السؤال اللي المصري القديم بجبروته حير بيه العلماء لحد النهارده، ومحدش عارف له اجابة. المصريين القدماء كانوا بيقدسوا الموت بطريقة غريبة، عشان كده تلاقيهم ابدعوا في المجال. المقابر في الاول كانت عبارة عن مصطبة وتحتها أوضة بيندفن فيها الميت بحاجاته ومحتاجاته، لكن مع الوقت بقى النبلاء عايزين يميزوا نفسهم عن عامة المجتمع. هي الروس هتتساوى ولا ايه؟ وطلعت الملوك وقالوا هو احنا هنموت زيكم يا شعب؟ ده احنا آلهة. ومن هنا بدأت فكرة الأهرامات من الملك زوسر مؤسس الأسرة الثالثة، لما قال لوزيره أمحتب اللي كان مهندس معماري ايديه تتلف في حرير أنا عايز أموت موتة الناس تحكى وتتحكى بيها. وبدأ أمحتب وعمل مصطبة ضخمة جدا، فوقها مصطبة أصغر، فوقها أصغر منها، وهكذا لحد ما عمل هرم مدرج بطول 61 متر، وده كان أول هرم وأطول بناء حجري في العالم وقتها. وبقى كل الملوك اللي يجوا بعد زوسر يبنوا أهرامات ويضيفوا عليها. والسؤال اللي بيجي في بال أي حد لما يشوف الأهرامات هو ليه بنوها وإزاي؟ وليه فجأة وقف بناء الأهرامات؟ ليه بنوها؟ علشان يدفنوا فيها الموتى، ودي نظرية مشكوك فيها بسبب الهرم الأكبر. أما بقى ليه وقف بناء الأهرامات؟ فده السؤال اللي مش فاهمينه لحد دلوقتي، لأن بناء الأهرامات امتد لفترة 500 سنة تقريبا وبعدين اختفى. أما ازاي بنوه فده سؤال محير العلماء لحد النهاردة. والفكرة مش في الطول ولا الضخامة بس، لكن في الدقة الغريبة اللي اتبنى بيها الهرم، واللي المباني الحديثة بتاعت دلوقتي ما بتقدرش توصل لها رغم كل التكنولوجيا اللي وصلنا لها. وكتير من العلماء بيعتبروا بناء الهرم الأكبر في حد ذاته معجزة هندسية. الهرم الأكبر اتبنى في 20 سنة وبيتكون من حوالي 2,500,000 حجر، وزنها ما بين 2.5 ل 15 طن. وبشوية حسابات العلماء قالوا إنه عشان الهرم يخلص في المدة دي لازم العمال يحطوا حجر كل 3 دقايق بدون راحة، وده كلام طبعا مش منطقي خالص بالنسبة للوزن اللي بنتكلم عليه، وخاصة ان غرفة الملك الحجارة اللي فيها بيوصل وزنها ل70 طن. الغريبة بقى ان الاحجار دي اتجابت من ترع على الواح خشبية في النيل، ووقتها النيل كان قريب من الأهرامات، واتسحبت على مسافة وبزاوية منحدرة شوية، يعني الوزن هيكون أتقل بسبب الجاذبية، واتقطعت بشكل متساوي بأدوات من نحاس، لأن حتى الحديد وقتها ما كانش لسه اكتشفناه. لا، وكمان حجر الجرانيت اللي اتعمل منه غرفة الملك اتجاب من أسوان، وحجرة الملك دي حوار تاني في حد ذاتها، لأن السقف بس بيتكون من 5 أحجار جرانيت كل واحد فيهم وزنه 70 طن، والغرفة كلها وزنها 1500 طن على ارتفاع 40 متر داخل الهرم. الغرفة متماسكة كويس جدا من غير أسمنت ولا أي مواد بناء، لدرجة إنك ما تقدرش تعدي ورقة ما بين الحجارة. طبعا طلعت نظريات كتير تشرح إزاي المصريين القدماء نقلوا ورفعوا الأحجار لارتفاع 146.6 متر، وفي علماء قالوا انهم استخدموا منحدر، وجزء قال انه كان مستقيم، وجزء تاني خالص قال انه كان لافف حوالين الهرم. بس الحوارات دي كلها دخلتهم في مشكلة تانية، وهي المنحدر ده كان من ايه اصلا؟ ما هو ما ينفعش اجيب شوية رملة وارص خشب واسحب عليه، لان ده هيخلي الصخور بوزنها التقيل ده تغرز اصلا وما تتحركش. فبدأ كل عالم يطبق نظريته، بس الكلام ببلاش، وكل النظريات
أثبتت فشلها. وحقيقة إزاي أحجار بوزن 70 طن اتنقلت لمسافة طويلة واتحطت بكل الدقة دي مجهولة لحد النهاردة. ده غير أضلاع الهرم الأكبر متساوية بطول 230 متر وكسور بنسبة خطأ 2/10%. الأضلاع دي متوجهة بدقة غريبة جدا للاتجاهات الأربعة، الشرق والغرب والشمال والجنوب. ومقدار انحراف الهرم الأكبر عن الشمال الحقيقي هو 5/100 درجة، يعني حاجة لا تذكر. الغريبة بقى إن خط جرينتش اللي اعتمد سنة 1884 ميلاديا نسبة انحرافه 25%، يعني نسبة خطأ 3 أضعاف الهرم الأكبر. ده رغم إنه معمول بعده بآلاف السنين وفي عصر كان أكثر تطور. معقولة صدفة؟ طب صدفة في الهرم الأكبر والهرمين التانيين؟ ولحد النهاردة مفيش إجابة عن إزاي قدر المصريين يظبطوا اتجاه الهرم لاتجاه الشمال بكل الدقة دي. الفتحات في الهرم الأكبر موجهة بدقة ناحية 4 مجموعات نجمية: مجموعة ثعبان الشمال، نجم الجبار، نجم كوكبة الدب الأكبر، ونجم الشعري اليمانية. وطبعا المجموعات دي مش عشوائية وليها دلالات مهمة جدا عند المصريين القدماء. والأدوات الحديثة زي الليزر والتحليل الرقمي أثبتت إن زوايا الفتحات دي مظبوطة بالملي ناحية النجوم، لدرجة إن العلماء شكوا إن الهرم مش مكان لدفن الموتى وبس، ده مكان لدراسة النجوم والفلك وحاجات أكبر بكتير. ومن الحاجات الغريبة اللي محيرة أذكى العقول هو إزاي كانوا بينوروا الممرات جوه الهرم وقت البناء. عندك مثلا الممر اللي بينزل الغرفة السفلية واللي طوله 100 متر، في جزء منه بطول 60 متر منحوت في الصخر نفسه، يعني اتحفر يدويا. الممر ده ضيق وما يشيلش 2 ومستقيم جدا لدرجة تخلي العقل البشري ما يصدقش أصلا إن ده عمل يدوي. ومش بس الممرات اللي كانت متساوية، لأ، ده الهرم كله من بره كان متغطي بطبقة جيرية مصقولة بطريقة مثالية جدا بتخليها بتلمع تحت الشمس، حاجة يعني بيرفكتو. لكن طبعا مع الوقت جزء كبير منها وقع بسبب عوامل التعرية. العلماء هيتجننوا علشان مش قادرين يفهموا ازاي مبنى من آلاف السنين يكون غامض جدا بالشكل ده ومش مفهوم. بس الحقيقة ان لغز الأهرام اتفك على ايد ادوارد ليدسكالنين اللي اتولد في لاتفيا سنة 1887. ادوارد سافر للولايات المتحدة في 1912 وبعد كام سنة كده قرر يستقر في فلوريدا. اللي لازم تعرفوا ان ادوارد مش عالم ولا حتى كمل تعليم، بس كان مهتم جدا بالاهرامات والهندسة وقرا عنهم كتير جدا. السكان قالوا انهم كل فترة كانوا بيلاقوا ادوارد عامل هياكل من الحجارة والاحجار دي بتكون بوزن 14 طن، واحيانا ممكن يكون وزنها يوصل ل 27 طن وطولها من 2.4 متر ل 7.6 متر. فبداوا يسالوه طب ازاي يا عم ادوارد؟ اصل ادوارد ده كان يدوب 45 كيلو وطوله 1.5 متر، فالموضوع مش منطقي خالص وحاجة في منتهى. وازاي بس يا 1.5 شبر تطلع اجمد مني؟ ده غير انه كان عايش لوحده وما عندوش ادوات حديثة، يعني مفيش رافعات ولا ادوات كهربائية، وكل اللي عنده شوية سلاسل وادوات بسيطة. فازاي ممكن يعمل قلعة من احجار متقطعة ومرصوصة بدقة زي الاهرامات بالظبط، لدرجة ان مفيش ضوء حتى بيعدي منها؟ لا، وكمان ما استخدمش اي مواد بناء واعتمد على الاوزان علشان تفضل ثابتة وعلشان يحير العالم اكتر. ويجي في يوم وقال لهم انا فهمت قوانين الوزن والقوة وعرفت سر بناء الاهرامات. وقبل ما ينطق ويقول ايه السر مات في 1951. الو يا حاج اسماعيل. ولحد النهارده سر ازاي الاهرامات اتبنت وليه اتبنت اصلا مات وراح مع عم ادوارد اللي كان املنا الوحيد. كانت معكم شروق السرافي في برنامج الحكايه من البدايه.